الآونة الأخيرة اللي فاتت دي اللي هم الكام يوم برد اللي عدوا دول. الواحد ما كانش بيعرف يلبس فيهم اصلا البنطلون من شعر فخاده اللي واقف من السقعه. يعني انتشر بقى حته بوست بجد رهيب روعه. انا اللي ما عنديش قلب هز مشاعري من جوه فعلا، هزني. وبعدين خلاني ادوس على ضميري وانا مرتاح، وانا مرتاح رزع، يعني كنت طاير كده من الراحه النفسيه. البوست بيقول ايه بقى؟ بيقول إيه؟ ان من لا يملك الحب يخشى الشتاء، وعز الجلالة اللي انا صاحبت 3 مرات مع بعض، 3 مرات مع بعض، وما حسيتش ما فيش اي دفع، ما حسيتش يعني في خادي لسه متجمده زي ما هي. يعني انا مش عارف بقى، انا فهمت الحب غلط ولا في، يعني انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اخلي صاحبتي تعمل ايه عشان يعني ادفي في خادي؟ انا بفهم، بس يعني انا عايز افهم. اصلا ماليش اي سابقه في موضوع الحب والفخاد والدفى ما افهمش فيه بصراحه. الوحيده اللي اعرفها عن الحب يعني الحب اللي بحل بيه في الامتحانات وانجح. وعلى فكره، الحب بتاع الامتحانات ده اصعب 1000 مره من اي حب. صدقوني، صدقوني، انا مرهف الحس. اصعب 1000 مره من اي نوع حب. يعني انت لو قدرت تفهم حب الامتحانات هيبقى حب الفخاد بالنسبه لك سهل. اي فخده هتقابلها بعد كده هتقدر تفهمها وتبقى في نفس الليفل بتاع دماغك، هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. ايه شتاء ايه؟ انا ببقى قاعد حاسس ان انا حاطط صوابع رجلي في ديك فريزر، مش قادر. لو حد عمل لصابع رجلي كده هيتفتفت. ولازم دي طبيعه بشريه، ان ربنا يرزقك بعيل او اتنين كده مثلا اهتم. هو متخلف عقليا، ربنا بيبعته لك في شلتك عشان يكفر عن سيئاتك، تخلص اول باول. خلاص قعدت بقى على الكرسي بتاعه واستقنيصت وقفزت كده وخدت الوضع واتدفيت، وايده تلجايه ربنا ينتقم منه ويقوم حاططها في قفاك. ساعتها بقى بتحس ايه؟ يعني شعور حد نزل له بواسير، متطاهر، حد اتقطع منه حاجه. سبب واحد حتى لو مش مقنع انا هحاول اصدقه. يعني في حب الشتاء، انا ايه اللي يجبرني على المبوله 4 مرات في الساعه؟ انا لو بصحى 12 ساعه في اليوم، 11 ساعه منهم بطرطر. اهم ما اسباب بقى كره للشتاء، يعني ركزوا فيها مع صحابكم قوي. الحمايه بتبقى مره في الشهر، يعني كلنا بنعمل كده، انا بعمل كده، انا بستحمى مره واحده في الشتاء. الشتاء بالنسبه لي بيبدا 1 يخلص 2، هي حمايه وخلصت، ما فيش اكتر من كده. فبتبدا بقى في الشله وانتوا قاعدين مثلا سهرانين في شقه حد، مثلا قاعدين في مكان يعني مش مفتوح، بتبدا تشم ريحه كمكمه لحمه بقى. ما خلاص الجسم داخل على مرحله تحلل مثلا. يعني ادي نفسك فرصه كده انا طبعا انا مش عارف بقول كده ازاي، بس ادي نفسك فرصه تركز مثلا في بوكسر صاحبك مثلا وهو بيوطي بتاع وانت بتسلم عليه. هتلاقي نفسك مثلا هو طول الشتاء بوكسر واحد، هو في اول الشتاء بينزل يجيب بوكسرين، واحد بيلبسه في اول الشتاء خالص، والتاني بيلبسه مع الشرطه لما تصيف. الوجبه الرسميه في الشتاء في اي بيت عدس. عدس بقى بجميع مشتقاته. يعني انت يوم السبت عدس، يوم الحد شوربه عدس، يوم الاثنين مثلا فتة عدس، الثلاث سلطه عدس، الاربع كشري بعدس اللي هو بتاع فتة العدس اللي انت كلتها يوم الاثنين. وبقيه الاسبوع الجمله المعتاده بتاعت امك اللي هي انا ما عرفتش اربي عشان جيت يوم الاربع تعترض ان انت طول الاسبوع بتاكل عدس. ياما انا كويس ان انا قادر اقف اكلمك. انا مش قادر ياما، انا العدس فرام لمعدتي. انا طلع لي جبه في مكان مش قادر اقول لك عليه. انا النهارده قاعد طلبت معايا انزل اشتري لبس، قاعد في الصيف هقوم واخد 200 جنيه حاططهم في جيبي ونازل. رحت دخلت على احسن محل في البلد، جبت انضف تيشيرت ب 60 جنيه، وجبت البنطلون المقطع من عند الركب بتاع العيال الفرافير دي ب 120 جنيه مثلا، ده كل ده من غير سيل، ب 200 جنيه. شبرقت نفسي. تعالى في الشتاء اقسم برب الكعبه ما يجيبوا لك طقم كلسون بني معفن.